يا سادة يا كرام، بيقولوا دايما الدم عمره ما يبقى مية. بس في حكايتنا النهاردة الدم بقى هو المية الوحيدة اللي ممكن تغسل العار في نظر ناس كتير. حكاية بتلف بينا الزمن من الستينيات لحد التسعينيات عشان تثبت إن طار الشرف عامل زي الجمرة اللي تحت الرماد، ممكن تفضل سنين مستخبية لكن مسيرها تحرق الأخضر واليابس. قبل ما نبدأ الحكاية نصلي أولاً على سيد الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وبعد الصلاة عايزين من المستمعين الكرام يعملوا لنا سبسكرايب لقناتنا دلوقتي ولايك للفيديو ده علشان تقدروا تشوفونا تاني في زحمة اليوتيوب. بسم الله. الحكاية بتبدأ في الأردن، وتحديداً سنة 1960. في قلب البادية وعاداتها الصارمة كانت عايشة بنت اسمها هديل. هديل كانت آية في الجمال، بنت عيلة كبيرة وليها هيبة، لكن القلب وما يريد. هديل حبت شاب من عيلة تانية، ولما الشاب ده راح يطلبها رسمي أبوها رفضه رفض قاطع. مش لعيوب في الشاب، لا، ده عشان حزازيات قديمة وفروق بين العيلتين. الرفض ده ولع نار العناد في قلب هديل وحبيبها، وفي ليلة ضلمة قرروا يهربوا من أهلهم ويتجوزوا بعيد ويحطوا الكل أمام الأمر الواقع. وفعلا هربوا وسكنوا في حي المهاجرين في عمان بعيد عن عيون العشيرة. لكن يا صاحبي، العار عند العرب ما بينامش. عيلة الشاب اتبرت منه وقالت لأهل هديل دمه مهدور ليكم، احنا ملناش صالح. أخو هديل الكبير من كتر الغل والقهر وكلام الناس اللي زي السكاكين خد سلاحه وراح يدور على الخاطف، ولأنه ملقاهوش قتل أخو الشاب. شاب بريء ملوش ذنب راح في شربة مية. الأخ اتقبض عليه واتسجن 22 سنة، والأبو مات بحسرته، والعيلة الكبيرة اتكسرت واتفضحوا بين العربان. نعدي الزمن ونجري 35 سنة قدام لسنة 1995. يظهر بطل فصلنا الأخير، شاب اسمه حازم. حازم ده يبقى ابن أخو هديل. اتولد ولقى نفسه شايل شيلة جبل. أبوه كبل وعجز، وعمه مات في السجن، وعماته التانيين اتطلقوا وقعدوا في البيت بسبب سمعة العيلة اللي باظت من عملة عمتهم هديل زمان. حازم كان هو راجل البيت الوحيد لجيش من الستات والأطفال المكسورين. اشتغل كل حاجة، شيال، صبي، مرمط نفسه عشان يوكلهم. ولما الدنيا دحفت له شوية العيلة باعت الذهب والمصاغ واشتروا له عربية أجرة يشتغل عليها تاكسي. وفي يوم وهو شغال شاورت له بنت زي القمر في سن 16 ومعاها ست عجوزة. حازم وقف وركبوا معاه. البنت كان اسمها سعاد، والست العجوزة دي جدتها. من النظرة الأولى حازم قلبه دق لسعاد وبدأ يوصلهم مشاورهم بانتظام. الحجة العجوزة حبت حازم جدا لشهامته وأخلاقه، وسعاد بدأت تميل للشاب المكافح ده. قصة حب بريئة بدأت تتولد، تليفونات ونظرات ووعود بإن أنا هتقدم لك رسمي يا سعاد. لكن فجأة وبدون مقدمات سعاد وجدتها اختفوا. لا تليفونات بترد، والبيت اللي كانوا فيه سابوه عزله. حازم هيتجنن، راح سأل الجيران، قالوا له دول عزلوا ومحدش يعرف طريقهم. قعد شهور يدور زي المجنون لحد ما لمح سعاد قدام مدرستها. جري عليها، ليه يا سعاد؟ أنا عملت إيه؟ ليه هربتم؟ سعاد كانت بتترعش وهي بتقول له يا حازم إحنا ما ننفعش لبعض، ابعد عني وعن جدتي. حازم صمم يعرف السبب، وهنا كانت الصعقة. سعاد قالت له وهي بتبكي جدتي اللي كانت بتركب معاك هي هديل عمتك الهربانة من 35 سنة. يا الله على سخرية القدر. حازم اكتشف انه كان بيوصل الست اللي دمرت حياة ابوه واتسبلت في سجن عمه وشقى العيلة دي كلها، والأنكة انه حب حفيدتها. حازم رجع البيت وهو شايل نار في صدره.
حكى لأبوه العجز اللي قاعد على سريره. الأب أول ما سمع اسم هديل عروقه نفرت، وقال لابنه كلمة واحدة: ما ترجعليش يا ولدي وانت غاسل عرنا، دمه هو اللي هينضف شرفنا اللي اتمرمخ في التراب من 35 سنة. حازم ركب عربيته والشيطان كان سايقه. اتصل بسعاد ومثل عليها انه متقبل الامر الواقع، وانه عايز يعمل صلح بين عمته هديل وبين ابوه عشان ينهوا العداوة دي ويتجوزوا هما في الحلال. سعاد المسكينة صدقت وفرحت ان كابوس العيلة هينتهي، واتفقت معاه انها تجيب جدتها هديل ويركبوا معاه يروحوا يصالحوا العيلة. وفي اليوم الموعود ركبت الجدة هديل والحفيدة سعاد في عربية حازم. هديل كانت خايفة، بس حازم طمنها بكلام معسل: يا عم الماضي مات واحنا ولاد النهاردة. لكن أول ما العربية وقفت في إشارة مرور الزحمة والناس رايحة وجاية، حازم مد إيده تحت الكرسي وسحب سلاحه، وبدون ما إيده تتهز فرغ 3 رصات في راس عمته. الدم طرطش على حفيدتها سعاد اللي قعدت تصرخ بهستيريا في الكرسي اللي جنبها. حازم ما خلاهش وهرب، لا ده كمل سواقة والجثة معاه وسعاد المنهارة معاه لحد ما وصل لأقرب مركز شرطة. دخل عليهم وقال لهم ببرود: أنا قتلت عمتي وغسلت عاري. أهل حازم لما عرفوا الخبر بدل ما يحزنوا على القتل رفعوا الراية البيضة فوق بيتهم وعملوا احتفال كأنهم في فرح، إعلانا للناس إن العار ده غسل وإن راسهم رجعت مرفوعة تاني. حازم خد حكم بالسجن 16 سنة، لكن سعاد عاشت بقية عمرها بصدمة إن حبيبها قتل جدتها قدام عينيها في نفس العربية اللي شهدت قصة حبهم. لو وصلت لحد الثانية دي ما تنساش تقول لنا في الكومنتس علشان احنا بنفرح بيكم وبدعمكم قوي. وآخر الكلام إن القصة دي مش لمجرد الحكي ولا لمجرد التسلية، بتبين قد إيه العادات العقيمة ممكن تدمر بيوت وتهلك، وإن الانتقام عمره ما كان حل، وإن الحب مش دايما كفاية، وإن التسامح بس هو اللي ممكن يوقف ديارة الدم وينظف العار زي ما كان بيحلم حازم ولكنه فشل. آخر الكلام، القصة دي مش لمجرد الحكي ولا لمجرد التسلية، بتوري قد إيه العادات العقيمة ممكن تدمر بيوت وتهلك، وإن الانتقام عمره ما كان حل، وإن الحب مش دايما كفاية، وإن التسامح بس هو اللي ممكن يوقف ديارة الدم وينظف العار زي ما كان بيحلم حازم ولكنه فشل. آخر الكلام، سلام.